5 4 3 2 1. هنا بنوصل للمرحلة اللي ما ينفعش بعدها حد يرجع ورا. اللي فات كله كان تمهيد، لكن اللي جاي هو المواجهة الحقيقية، اللحظة اللي السر فيها لازم يتكشف مهما كان تمنه. الأيام دي كل حاجة في القرية بقت أوضح، لكن في نفس الوقت بقت أخوف. الأصوات بقت أقرب، العيون بقت مترصدة، والحقيقة اللي كانوا هاربين منها بقت بتحاصرهم من كل اتجاه. في الجزء ده مفيش صدفة، ومفيش حاجة بتحصل كده وخلاص. كل كلمة اتقالت، كل خطوة اتخذت، كل باب اتفتح كان بيوصلنا للنقطة دي بالذات. استعد، لأن الليلة دي مش شبه أي ليلة، والسر مش هيبقى سر تاني. بس السؤال الحقيقي، مين هيطلع من الحدوتة دي؟ ومين لسه بيتحكم في الحكاية؟ كل حاجة كانت هادية، بس الهدوء ده ما كانش سلام، كان استعداد لعاصفة الحقيقة. حور ماشية ناحية الساقية ورجليها بتغرس في الطين، والناس وراها بيتفرجوا ومش قادرين يتحركوا. المفتاح في ايدها بينور، والصورة القديمة في جيبها، والكلمات اللي زينة قالتها بتلف في دماغها: رجعي المية لطريقها الأول. وصلت للمكان اللي فيه المجرى القديم، نفس الحجر اللي اتفتح أول مرة، بس المرة دي المية كانت بتغلي تحته، صوتها بيعمل دوي كأنه نبض الأرض نفسها. ركعت على ركبتها وغرزت المفتاح في الفتحة، بس الحجر ما اتحركش. ضغطت أكتر وسمعت صوت أبوها في ودنها: العهد بيتفتح بالنية مش بالقوة. غمضت عينيها وقالت وهي بتعيط: يا رب، أنا مش عايزة غير العدل. فجأة الأرض اتهزت والحجر اتحرك لوحده، ونفخة هوا قوية طلعت من جوه، كأن المية كانت محبوسة وبتتنفس لأول مرة من سنين. المية خرجت بيضة زي اللبن، نقية جدا، ولما لمست رجليها سكت كل الأصوات، مفيش غير صوت قلبها ونبض الأرض. الصوت اللي جه من المية كان واضح، صوت زينة، لكن أهدى من أي مرة. كده العهد اتفتح، بس لازم يتختم بصدق. قوليها قدام الناس كلمة الحق. طلعت حور من المجرى، الناس كلها مستنياها، والعمدة واقف ووشه في الأرض. بصت لهم وقالت بصوت مليان قوة: اللي اتظلم لازم اسمه يتكتب على الساقية، واللي ظلم لازم يخدمها سنين زي ما عطشها. الناس سكتت، وبعدين بدأوا يبكوا، والعمدة نزل على ركبه وقال: أنا أقبل. المية بدأت تمشي في مجراها الطبيعي، بس المرة دي كان فيها لمعان غريب، زي لمعة الدموع لما تتغسل بالرضا. زينة ظهرت للحظة فوق سطح المية، ابتسمت وقالت: الحق رجع والعهد اتختم، بس فاكرين المية ما بترجعش من غير تمن. وبصت على حور نظرة فيها شكر ووداع. الناس نزلت تسجد على الأرض، المية ماشية في الساقية صوتها هادي ومريح، والقمر طلع كامل لأول مرة من سنين. لكن حور واقفة بعيد بتبص على المية وهي بتبعد، وفي إيدها المفتاح، نوره بدأ يطفي ببطء. صوت زينة رجع همس خفيف: اللي بيضحي بالصدق عمره ما يضيع. من يوم ما المية رجعت القرية اتغيرت، الزرع بقى أخضر، البهايم بقت هادية، والناس بدأت تضحك تاني. بس الغريب إن كل ما المية تمشي في الساقية كانت حور تسمع صوت بيناديها بالاسم، صوت ناعم بس فيه وجع. في يوم وهي واقفة عند المية، الست فايزة جارتها قالت لها: يا بنتي، المية رجعت ببركتك، ما تبقيش لوحدك كده كتير، أنا شفتك بتكلمي نفسك 3 مرات. حور ابتسمت بخجل وقالت: ما بكلمش نفسي يا خالتي، المية هي اللي بتكلمني. الست ضحكت وقالت: يا شيخة، مية ايه اللي بتتكلم؟ دي المية رزق من ربنا. لكن حور كانت متأكدة الصوت ده حقيقي، وبيقرب يوم بعد يوم. في الليل لما الكل بينام كانت تسمع الصوت واضح جدا بيقول: يا حور، العهد مخلصش. فتقوم مفزوعة تبص حوالين البيت، تلاقي المية في الجب بتبرق زي نور صغير، وتسمع همس بيقول: في حد ناسي حقه ولسه مرتاحش.
تاني يوم راحت للعمدة وقالت له هي متوترة: العهد مش خلص، لسه في روح مظلومة. العمدة قال لها بتعب: يا بنتي، احنا اعترفنا وزينة ارتاحت والقرية رجعت لحالها، سيب اللي راح خلاص. لكنها قالت له: اللي راح ما سابش القرية، هو هنا في المية. بالليل وهي ماشية ناحية الساقية شافت حاجة خلت قلبها يقع. المية اللي كانت بتجري عادي وقفت، كأن حد سد طريقها تاني. صوت زينة طلع واضح المرة دي: في ظلم قديم ما تقلش، دوري عليه يا حور قبل ما المية تعتش من جديد. حور بتجري ناحية الجب، تغرف مية بإيدها، تلاقيها دافية كأنها دم، تسيبها تقع من بين صوابعها وترجع تبص على التلة اللي كانت البداية، وتقول بصوت مرتعش: يا رب، هو السر ما بيخلصش؟ وصوت زينة يرد من بعيد: السر اللي في المية ما بيدفنش. الليل كان ساكت، بس المية مش ساكتة، كانت عاملة صوت خفيف كأنها بتتهامس. كل ما حور تقرب من الساقية تحس كأن في حد بيتنفس معاها. قالت لنفسها: أنا لازم أعرف مين اللي لسه مظلوم، يمكن السر ده هو اللي مانع راحة القرية الحقيقية. مسكت الفانوس وراحت ناحية التلة اللي فوق الجب، المكان اللي كانت زينة بتقعد فيه زمان. لكن المرة دي كانت المية طلع منه زي بخار خفيف. وفي الضباب شافت وشوش ناس كتير، رجالة وستات، كأنهم بيحاولوا يقولوا حاجة بس الصوت مش طالع. حور وقفت مرعوبة وقالت بصوت عالي: مين أنتم؟ عايزين إيه؟ وساعتها واحد من الوشوش اتقدم، وش راجل عجوز بلحية بيضة، وقال بصوت عميق: إحنا أجداد القرية، اتظلمنا واتنسينا. اتراجعت خطوة وقالت: إزاي؟ القرية بتدعي لكم دايما. قال: دعاء من غير عدل ما يوصلش. اللي سأل القرية الأول ما تذكرش، واللي سرق مجهوده لسه اسمه مكتوب على الساقية. المفتاح اللي في جيبها بدأ ينور تاني، والأرض تحتها رجت خفيف، وصوت زينة رجع يقول: الحق القديم لازم يرجع. حور حطت إيدها على صدرها وقالت بخوف: يعني في ظلم من زمان قبل زينة؟ الوش العجوز قال: من أيام أول ساقية اتبنت، الراجل اللي بناها مات عطشان، واللي خد المجد مكانه بقى جد العمدة. حور وقفت مصدومة وقالت: يعني العهد مش بس ظلم زينة، ده ظلم أجيال؟ قال الراجل: ولحد ما اسمه يتقال قدام الناس المية هتفضل تنده، والقرية عمرها ما هتتهنى. الضباب بدأ يختفي والوشوش راحت، بس صوت المية فضل يقول كلمة واحدة: دوري. حور مسكت الفانوس وقالت وهي بتتنفس بسرعة: أنا هدور وهكمل العهد للآخر، حتى لو كله علي أنا. حور وهي بتبص لتحت الجب، وصوت المية بيعلى كأنها بتغلي، وصدى صوت زينة بيقول: اللي يدور على الحق لازم يكون مستعد يسمع وجع السنين. وحور تهمس بخوف: أنا سامعة يا زينة، بس مستعدة مش عارفة. الليل ده كان أطول من كل اللي قبله. حور ما نامتش، فضلت قاعدة عند الجب تفكر في كلام الراجل العجوز اللي شافته في الضباب: اللي بنى الساقية الأولى مات عطشان. الجملة دي ما كانتش بتسيب ودانها، كل شوية ترددها كأنها عهد جديد. تاني يوم راحت على بيت العمدة، بيت كبير قديم، ريحته تاريخ، بس كمان ريحته أسرار. دخلت عليه وقالت له بهدوء: عايزة أشوف الدفاتر القديمة بتاعت الساقية اللي من زمان. العمدة توتر وقال لها: دفاتر إيه؟ دي حاجات ملهاش لازمة دلوقتي. بس نظرة حور كانت حادة، فقال وهو بيظفر: ماشي، بس ما تقوليليش إني ما حذرتكيش. نزلها القبو اللي تحت البيت، مكان كله تراب وريحه عطن، بس مليان صناديق خشب قديمة. طلعت دفتر جلده مشقوق وعليه مكتوب بخط باهت: دفتر الساقية الأولى سنة 1899.
فتحت الدفتر ولقت صفحة فيها اسم راجل سلام أبو عمار، والجملة اللي بعدها بخط مختلف: توفي قبل افتتاح الساقية بيوم واحد. حور قرأت الجملة بصوت مسموع وقالت: قبل افتتاحها بيوم؟ طب ازاي العمدة الأول خد الفضل؟ قلبت الصفحة ولقت سطر ممسوح، بس بالضوء الضعيف للفانوس قدرت تقرأ كلمة شبه منتهية: غدر. وقتها العمدة قال وراها: كفاية كده يا حور. التفتت بسرعة، لقيته واقف في الضلمة، عينيه فيها خوف أكتر من الغضب. قال: القصة دي خلت القرية تعيش سنين في هدوء، ليه تفتحيها تاني؟ ردت عليه بحزم: عشان الحق ما بيموتش بالسكوت. المية رجعت تقول كده. قال: اللي مكتوب في الدفاتر دي لو اتقال ممكن الناس تكرهنا وتقوم فتنة جديدة. قالت: ولا فتنة ولا سكوت، أنا هقول اللي شفته. العمدة حاول ياخد منها الدفتر، لكن الدفتر اتحرك لوحده. الصفحات اتقلبت بسرعة، وفي آخر صفحة ظهرت كتابة جديدة بتنور لوحدها: الحق ما يدفنش في بيت الظالم. العمدة وقع على الأرض، والنور اللي طلع من الدفتر دخل في المية اللي كانت ماشية تحت القبو، وفجأة سمعوا صوت المية بتغلي. الدفتر بيتهز في ايد حور، والكلمات بتنور وتطفي بسرعة، وصوت زينة بيقول: اللي غدر اسمه لسه على المية، امسحيه يا حور قبل ما تعتش تاني. العمدة بيرفع عينه فيها والدموع على وشه، ويقول بصوت مكسور: سلام أبو عمار هو اللي بنى الساقية فعلا. حور تهمس بخوف وانبهار: يعني الظلم من دم العيلة نفسها؟ وصوت المية يرد: الدم ما ينضفش إلا بالصدق. الصبح طلع، بس القرية كلها كانت صاحية من الفجر. الناس سمعوا صوت غريب من ناحية بيت العمدة، زي هدير مية جوه الجدران. حور طلعت من البيت شايلة الدفتر، وشها شاخب بس عينيها فيها عزيمة. الناس اتجمعت حواليها، سألوها: ايه اللي بيحصل يا بنتي؟ المية بتجري لوحدها جوه البيوت. قالت بصوت عالي يسمعه الكل: الحق رجع يتكلم، اللي بنى الساقية مات مظلوم، واسم اللي خد حقه مكتوب في الدفتر ده. الناس اتسمرت مكانها. العمدة كان واقف وراها، وشه باهت وصوته واطي: سلام أبو عمار هو اللي سقى القرية الأول. الناس اتصدمت، الرجالة بصوا لبعض والستات بدأوا يعيطوا. واحد من الشيوخ قال: يعني الخير اللي عشناه سنين كان على ظلم؟ حور قالت وهي بترفع الدفتر فوق راسها: اللي اتبنى على ظلم عمره ما يدوم، بس لما الحق يتقال ربنا بيرد البركة. وفجأة المية اللي في الساقية بدأت تتغير، بقت شفافة جدا بس ماشية ببطء، كأنها بتختار الطريق بنفسها. المية سابت بعض البيوت ودخلت بيوت تانية. الناس اتخضت. واحد قال بصوت عالي: المية ما بتدخلش بيتنا. التاني قال: بس عندي ماشية زي زمان. حور قفلت عينيها وقالت بهدوء: اللي بيحب الحق المية ترويه، واللي كتم الظلم المية تسيبه عطشان. العمدة وقع على ركبته قدام الناس وقال: أنا أستحق عطشي، بس القرية ملهاش ذنب. الناس سكتت وبصوا لحور اللي كانت ماسكة المفتاح والمية حوالين رجليها بتنور. قالت وهي بتبص للسما: العدل نزل، بس لسه في عهد أخير لازم يتختم. الناس شايفة المية بتقسم القرية نصين، نص فيه خضرة ونور، ونص تاني جاف كأنه أرض مهجورة. وصوت زينة بيجي من بعيد: العهد التاني هيكون آخر امتحان. حور تبص حواليها بخوف وتقول: امتحان ايه يا زينة؟ أنا عملت كل اللي قلتيه. وصوتها يرد من الساقية: لسه ما قدمتيش التمن. الليل نزل بسرعة على غير العادة، والمية كانت بتمشي كأنها بتتجنب طريق حور. هي ماشية ورا النور اللي في المفتاح، بس النور بيضعف وبيسخن في إيدها كأنه بينبهها. قالت بصوت واطي: أنا عملت اللي المفروض، ليه المية بتبعد عني؟ وساعتها سمعت الصوت، صوت زينة، لكن المرة دي في وجع. اللي بيدور على العدل لازم يواجه نفسه الأول.
المشهد كان غريب. المية عملت دايرة صغيرة حوالين حور، والأرض تحتها بدأت تبرد كأنها حجر، وفي نص الدايرة ظهر انعكاسها في المية. بس انعكاسها ما كانش ساكت، كان بيتكلم. الانعكاس قال لها: يا حور، فاكرة لما كنت عارفة إن أبوكي قفل المجرى وسكتي؟ اتجمدت مكانها وقالت: كنت طفلة، ما كنتش فاهمة. الانعكاس قال: بس كنت تعرفي، وسكوتك هو اللي عطش القرية سنين. نزلت على ركبتها وهي بتعيط: أنا كنت بخاف، كنت بحبه. صوت زينة رجع وقال: الخوف مش حماية، الخوف تأجيل للعقاب. المفتاح في إيدها نور جامد جدا، وفجأة المية اللي حوالين دايرة حور اتحولت لونها للأبيض، وسمعت صوت تاني ناعم وقريب جدا: اعترفي قدام ربك والمية هتسامحك. رفعت وشها للسما وهي بترتعش وقالت: أيوة، أنا كنت عارفة إن أبويا هو اللي قفل المجرى القديم، بس خفت أقول، خفت الناس تكرهه، وسكوتي ظلم ناس كتير. فجأة الدايرة نورت بالكامل، والمية بقت تمشي من حواليها بلطف زي اللي بيطبطب عليها. صوت زينة بقى هادي جدا: كده اكتمل الحق، القرية ارتوت بالصدق مش بالمية. حور وقفت، المفتاح في ايدها اتحول لنور خالص وداب جوه كفها، زي ما يكون خلاص خلص دوره. والجب اللي كان بعيد بدأ يبرق، وصوت خرير المية رجع تاني، بس المرة دي كان فيه سلام. الناس صحيت الصبح، لقيوا المية ماشية في كل السواقي، بتروي الأرض بالتساوي، ولا بيت ناقصه حاجة. لكن محدش لقي حور. كل اللي لقيوه عند الجب كان وشها منعكس في المية بيضحك، وصوت زينة بيقول آخر جملة: اللي يروي غيره ربنا يسقيه من نوره. من يوم اللي حصل عند الجب، القرية ما بقتش زي الأول. المية بقت أنقى، الزرع بيكبر بسرعة، والهوا نفسه ريحته بقت مختلفة، ريحة طيب زي ريحة الأرض بعد المطر. لكن في نفس الوقت كل اللي يشرب من المية دي يحس بحاجة غريبة: راحة وسكينة، كأن في صوت في ودنه بيقوله: اشكر وما تظلمش. الناس بدأت تلاحظ إن كل ما حد يعمل خير المية في بيته تزيد، ولو حد يغلط أو يكذب المية تنشف عنده شوية. العمدة اللي بقى راجل تاني تماما جمع الناس في ساحة القرية وقال: البركة دي مش صدفة، دي عهد حور اللي فضل ماشي بينا. واحدة من الستات صاحت وقالت: أنا شفتها يا عمدة، شفت وشها في المية، كانت بتضحك لي. الناس اتلفتت، بس محدش ضحك أو استغرب، كلهم بقوا مصدقين اللي حصل أكبر من الخيال. في نفس الليلة المية اللي في الساقية بدأت تعمل دواير صغيرة زي لما كانت بتلعب، وصوت ناعم جه من بعيد جدا، صوت الكل سمعه ومحدش نطق بعده: اللي يسقي بالنية يتروي بالعافية. العيال بقوا لما يشربوا يقولوا: بسم الله وباسم حور. والكبار لما يزرعوا يقولوا: العدل هو المية والظلم عطش. العمدة راح عند الجب القديم اللي كل حاجة بدأت منه، ورمى فيه ورد أبيض وقال بصوت مكسور: سامحينا يا بنت سلام، القرية اتعلمت الدرس. وساعتها المية طلعت فقاعات صغيرة زي اللي بيرد بابتسامة. المشهد يقفل على القرية من فوق، السواقي ماشية في كل الاتجاهات، والنور بينعكس على المية كأنها فضة، وصوت الراوي يقول آخر جملة: زمان كانت القرية بتعطش مش عشان المية راحت، لكن عشان العدل اتدفن. دلوقتي اللي يسقي الناس ربنا يسقيه من رحمته. وصوت حور الخفيف يهمس آخر كلمة: السر اللي سقى القرية كان دايما الحق. مرت شهور والقرية بقت في حال ما حصلش من سنين. الزرع بيروي نفسه كأنه حافظ ميعاده، والساقية بتلف من غير ما حد يشغلها. الناس بقت تعيش بالنية الطيبة، وبقى عندهم مثل بيقولوه دايما: اللي يسقي من قلبه ربنا يسقيه من رحمته. لكن يوم من الأيام الولد الصغير سالم كان بيلعب جنب الجب، وقع منه حجر صغير جوه، وسمع صوت غريب طالع من تحت، مش صوت مية،
صوت خفيف زي همس ست بتضحك. سالم جري وقال لأمه: ماما، الجب بيضحك. الست ضحكت وقالت له: يمكن دي المية يا ابني. بس هو قال بخوف: لأ، دي قالت اسمي. الليل نزل والقمر كان مليان، وساعتها كل الناس سمعوا نفس الصوت اللي سمعه سالم، صوت ناعم جدا بيقول: افتكروا دايما، المية ليها روح. العمد خرج ومعاه الفانوس، راح عند الجب وبص جواه. الهوا طلع عليه بارد، لكن ريحته كانت زي ريحة الورد. قال وهو بيبتسم: دي حور لسه هنا بتحرسنا. ومن يومها كل ما يعدي جيل الأمهات تحكي لأولادها عن البنت اللي هوت القرية، ويقولوا: اسمها حور بنت سلام. وفي كل موسم زرع لما السقية تدور لأول مرة الناس يسمعوا صوتها من بعيد: اسقوا بالنية، ما تظلموش. المشهد يقفر على صورة الجب بالليل، القمر منعكس في المية، وفي دواير صغيرة بتتحرك كأن حد بيضحك، وصوت الراوي يقول آخر جملة: السر اللي سقى القرية مخلصش، لأن كل مرة القلب يعطش المية تفتكر اسم حور. عدى 20 سنة على اللي حصل. القرية كبرت، فيها بيوت بالطوب الأحمر وسواجي ماشيها لحد أطراف الجبل. لكن الغريب إن المية عمرها ما نشفت يوم، دايما ماشية ودايما ريحتها فيها ورد. في يوم من الأيام جت عيلة جديدة سكنت بيت قديم قريب من الجب. الراجل كان فلاح بسيط، ومراته حامل في بنتهم الأولى. ولما اتولدت البنت كان في إيدها علامة صغيرة، نقطة بيضة كده، في نفس مكان العلامة اللي كانت عند حور. الدايقة بصت وقالت: سبحان الله، دي بنت المية. سموها نسمة، وكانت من أول يوم تحب المية. كل ما تبص للجب تضحك له كأنها شايفة حد جواه. كبرت نسمة وبقت عندها 7 سنين، وفي يوم راحت مع أمها تسقي الزرع، ولما قربت من السقية المية قامت تعمل دواير صغيرة حواليها زي اللي بترحب بيها. الأم قالت بخوف: ابعدي يا نسمة. بس البنت بصت وقالت بهدوء: ما تخافيش يا ماما، المية عارفاني. ومن بعدها كل ما نسمة تمشي في القرية المية تزيد، الزرع يفرد، والهوا يبقى ناعم كأنه بيمسح على وش الناس. الناس بدأت تفتكر وتقول: السر راجع، بس في شكل طفلة. وهي واقفة عند الجب تغرف بإيدها شوية مية وتشرب، وبعدين تبص لجوها وتقول بابتسامة خفيفة: أنا عارفة إنك لسه هنا يا حور. وصوت خفيف يرد عليها من جوه الجب: احفظي السر يا بنت المية. الليل ده كان غريب عن كل ليالي القرية. الهوا ساكن والقمر مليان قوي، والجب بينور كأنه فيه لمعة جواه. نسمة كانت نايمة، لكن صحيت فجأة على صوت بيناديها بهدوء: يا نسمة، وقتك جه. قامت وهي مش خايفة، مشيت ناحية الجب. المية كانت بترتعش كأنها فرحانة. وقفت قدامه وقالت: أنا سامعة صوتك يا حور، عايزة إيه مني؟ الصوت جه ناعم وواضح: السر محتاج قلب جديد، يسقي الناس لو عطشوا ويعفوا لو اتظلموا. الجب بدأ ينور نور أبيض جامد جدا. الناس صحيت على الضوء، خرجوا يجروا وشافوا المشهد بعينيهم. نسمة واقفة والمية طالع منها نور زي الفجر. العمدة اللي كبر وبقى شيخ قال وهو بيعيط: السر رجع، والقرية دي عمرها ما هتعطش تاني. الناس ركعوا، ونسمة بصت لهم وقالت بهدوء: كل مية تشربوها قولوا الحمد لله، وافتكروا اللي سقى الناس قبل نفسه. بعدها المية طلعت من الجب وغمرت الأرض كلها، بس ما غرقتش حد. كانت بتمشي زي النسيم، تروي وتنظف
وتنشر نورها في كل مكان. وفي آخر لمحة نسمة اختفت، بس نورها فضل حوالين الجب، كأن روحها بقت جزء من المية نفسها. بعد سنين العيال بتجري تلعب، والناس بتضحك، والسواقين بيغنوا، وصوت الراوي يقول آخر جملة: من يومها القرية ما عطشتش، لا في مية ولا في قلب، لأن السر اللي سقى القرية كان دايما نية صافية ورب كريم. وصوت حور ونسمة ييجوا مع بعض زي نسمة هوا بتعدي، اسقوا بالحب تعيشوا بالبركة. وبكده نكون وصلنا للنهاية. بس الحقيقة اللي انتهى كان الحكي، إنما المعنى لسه عايش جوه كل واحد فينا. في القرية دي اتعلمنا إن السر لو كبر بيختنق الكل، وإن الصمت أوقات بيكون أخطر من الكلام، وإن الظلم مش بس حد بيأذي حد، الظلم الحقيقي إننا نشوف الحق قدامنا ونسيبه يموت لوحده. اتعلمنا إن التضحية عمرها ما بتضيع، حتى لو الطريق كان صعب، حتى لو اللي ضحى تعب واتأذى. ربنا عمره ما بينسى، والعدل دايما ليه ساعة، يمكن تتأخر بس هتيجي، وهتيجي بقوة وكرم زي ما شفنا. اتعلمنا كمان إن الخوف مش دايما من العتمة، الخوف الحقيقي من نفسنا لما نسكت، ولما نرضى بالغلط، ولما نسيب الشر يتحرك من غير ما نقفله. والقرية ما رجعتش زي الأول، لكن رجعت أقوى، لأن بعد كل اللي حصل عرفوا معنى كلمة حق ومعنى كلمة أمانة، وعرفوا إن أي حكاية في الدنيا مهما كانت مرعبة دايما بتنتهي عند نقطة واحدة: مين كان إنسان بجد، ومين اختار يكون ظل ويمشي في الضلمة. وفي الآخر لو القصة علمتنا حاجة فهي إن الخير مش بيغلب بسرعة، بس لما يغلب بيمحي كل خوف ويسيب أثر ما يتنسيش. والحكايات ما بتخلصش، ولسه الليل شايل حكايات تانية.